تنقلت نظرة أبو محمد الولد مع سطور الصحيفة تتبع مناوشات القتال وعمليات الفدائيين داخل الأرض المحتلة ومناورات السياسة، لتتوقف على الهدوء الغريب في الجبهة الثانية حيث هو الآن، هدوء لا مبرر له بعد أن كانت هذه الجبهة مصدر تحركات عميقة قرب خطوط العدو الأمامية وداخلها أحيانا، تحركات كانت محدودة ولكنها كانت فعالة، نتائجها أن قيادة هذه الجبهة تعرف الكثير عن إمكانيات العدو في هذه المنطقة وطبيعة تحصيناته. لقد قالها مرة عن إيمان أننا ببناء هذا الموقع سنتجمد، وهل يطيق كيانه أن يتجمد ولو مؤقتا كما يمكن أن يقال على سبيل العزاء؟ وكيف ولأي سبب؟ ومن عالم الغيب تحدق فيه عينان جامدتان لا ترفان إلا لنصر أو هزيمة تحديقا أبديا يهزه هزا عنيفا. وعندما آثر أن يلتحق بهذه الجبهة بالذات من جبهات الجولان فما ذلك إلا لنشاطها الذي أثاره قبل الالتحاق بها، وأثاره أيضا مدة بعد هذا الالتحاق، فدوريات الاستكشاف التي شارك فيها منذ التحاقه الأول، والمعارك الصغرى التي خاضها هنا ضد دوريات العدو، ومناوشات الخطوط الأمامية لم تكن إلا عمليات جزئية صغيرة لا ترف لها بالتأكيد العينان المتجمدتان في نظرتهما الأبدية، ولكنها مع ذلك كانت عزاء في انتظار هزيمة أو نصر حقيقي يرضيك يا أبو محمد، الوالد، المدرس، صاحب وسام الاستشهاد الفلسطيني.